السلام عليكم. هنعمل النهارده كحك العيد بأظبط وأنجح مقادير ممكن تجربوها، ودي بقى من خلاصة سنين كتير وتجارب كتير في عمل الكحك. هنشرح كل التفاصيل، نوع الدقيق والسمنة، وكمان ازاي ان احنا نتحكم في درجة نعومة الكحك علشان ناخد كحك مظبوط بالملي على ذوقنا. هجاوبكم على كل الأسئلة اللي جاتلي بخصوص عمايل الكحك والمشاكل اللي صادفتكم ازاي نتجنبها أو نعالجها. هنتكلم كمان عن أنواع الحشوات وعن ريحة الكحك وكل التفاصيل دي. كمان هنقول ازاي نسوي الكحك بحيث الكحكية تطلع لونها حلوة قوي، لا مشققة ولا ناشفة ولا أي حاجة. واخر حاجة بقى ازاي نقدم الكحك بشكل مودرن يخلي حتى الناس اللي ما بيحبوش الكحك هيحبوه ويدمنوه ويطلبوه منكم كمان. يلا بينا علشان نبدأ. اول حاجة بنجهزها هي الحشوات، بحيث اول ما نخلص عجينة الكحك نشتغل فيها على طول. أول حشوة معانا هي العجمية. هنحتاج ل3 معالق كبيرة من الدقيق، دقيق جميع الأغراض يعني 30 جرام، ومعاهم كوباية من عسل النحل يكون نوعه حلو وبنحب طعمه مش مغشوش، يعني بالجرامات 340 جرام، وكمان معلقتين كبار من السمنة البلدي، سمنة كده تكون حلوة يعني 45 جرام. وهنحتاج اختياري لو حابين تضيفوا مكسرات، أنا بستخدم نص كوباية من المكسرات المجروشة، دول تقريبا 60 جرام. طبعا استعملوا اي مكسرات بتحبوها او حتى تستغنوا عنها خالص، ونكتفي بالسمسم. هنحتاج منه معلقة كبيرة يعني تقريبا 10 جرام. اللي انا استخدمته هو سمسم ني مش متحمص، بس لو هتضيفوه متحمص هقول لكم امتى بالظبط تضيفوه. للطعم بقى ممكن نستخدم ربع معلقة صغيرة من بهارات الكحك، او ممكن كمان نص معلقة صغيرة من روح الموز او حتى فانيليا. وجهزوا جنبكم طبق يكون بارد، هقول لكم بعدين هنستخدمه في ايه. طريقتها عاملة زي البشاميل يعني بس مسكر بالعسل. هنضيف السمنة وعليها دقيق، ولازم كده تبقى الدقيق دايب في السمنة، لو مكلكع يبقى نضيف شوية سمنة زيادة. بعد ما بقلب الدقيق بقوم حاطة السمسم في المرحلة دي لان انا مستخدماه مش متحمص. لو السمسم بتاعكو متحمص جاهز يبقى هبنضيفه في الاخر خالص. بقلبه كده لحد لما الدقيق بتاعي يبقى لونه ذهبي، بقوم بقى ضايفة البهارات واقوم مدياها تحميصة هي كمان علشان ريحتها تبقى جميلة كده وباينة. بس اهم حاجة ما نخليش الدقيق يبقى لونه بني غامق، يعني دهبي فاتح حلو. بعدين نضيف عليهم العسل ونحرك بقى. هتلاقوا في البداية قوام الخليط بتاعي خفيف قوي زي ما انتوا شايفين، كل ما بحرك الاسباتولا في النص بتلم على بعض بسرعة قوي. نفضل نحرك مع الوقت، هتبصوا تلاقوا القوام بيتقل بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنعمل بقى اختبار لطيف جدا، ناخد معلقة من العجمية على الطبق البارد، فاكرينه اللي قلتلكوا عليه؟ لو العجمية مطت بالشكل ده يبقى لسه محتاجة شوية على النار، يعني تقلبتين 3 كده لحد لما تتقل، وتلاقوها لما بنعمل خط بيلم ببطء كده، هو ده القوام المظبوط. بطفي عليها النار واضيف المكسرات واقلبهم كويس، وبعد كده بقى اصبها في طبق علشان تبرد خالص. قوام العجمية المظبوط انها بعد ما بتبرد لما باجي اشدها تقطم، ما تمطش كده زي الاستك. فاختبار الطبق ده بيعرفني قوام العجمية هيبقى عامل ازاي بعد ما تبرد. بالشكل ده كده هو ده القوام الممتاز. بالنسبة للملبن هنحتاج لنص كيلو ملبن مخصوص للحشو، بيبقى نوعه اكسترا من عند العطار بتلاقوه. ده بقى مش مخصوص للحشو بس هوريكم بستخدمه ازاي. هنضيف على الملبن 3 معالق كبيرة من الزبدة الطرية يعني 45 جرام، ومعاهم معلقتين كبار من السمسم المحمص أو أي مكسرات لو تحبوا، ومعلقة صغيرة من النكهة اللي تفضلوها. أنا بقى كمان بحب أزود معلقتين ل3 من عسل النحل علشان يدوا للملبن بتاعي طراوة، لأن النوع اللي أنا بستخدمه مش طري، فإضافة العسل معاه بتطريه جدا. بحط كل المكونات بتاعتي في الفود بروسيسور أو محضرة الطعام، واخلطها كويس لحد لما تنعم وتبقى زي المعجون كده. طبعا انتوا مش محتاجين تعملوا الخطوة دي خالص، ولا تضيفوا عسل لو هتستخدموا ملبن مخصوص للحشو. هو اوريدي بيكون طري جدا وناعم، يدوب بتضيفوا عليه الزبدة او سمنة لو حابين، والسمسم وخلاص. على كده انا استعملت روح موز، بضيف بقى السمسم في الاخر خالص وبقلبهم وبيكون جاهز زي ما انتوا شايفين، بقى طري خالص وناعم جدا. طبعا انا هوريكم الخطوة دي بحيث لو مش متوفر عندنا ملبن الحشو. بالنسبة لحشوة التمر هحتاج نص كيلو من العجوة أو معجون التمر اللي يكون نوعه حلو كده وطري، ومعاهم معلقتين 3 كبار من السمنة، 3 معالق كبيرة من السمسم، أو لو مكسرات بنضيف كوباية مجروشة ب100 جرام تقريبا، يعني بحطهم في كيس كده وندقهم بقى بأي حاجة عندنا. لما تبقى خشنة كده تبقى أحلى في الأكل. معلقتين أو 3 كبار من عسل النحل بيحافظوا على طراوة أي حشوة. بنضيف بقى أي نكهة نحبها، بس يعني معلقة صغيرة بلاش نكتر، ينسون، قرفة، فانيليا زي ما تحبوا.
وبزود معاهم كمان 20 جرام أو معلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى. بحب كده نكهة الشوكولاتة مع الخلطة دي، بس ده طبعا اختياري، مش حابين بلاش خالص. وبتكون الحشوة طرية وناعمة بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. وقت التشكيل بقى بنبل ايدينا بالزيت لو حاسين ان الحشو بتلزق فيها. وحجم الحشوة المناسبة للكحك بيبقى تقريبا في حدود من 5 ل6 جرام. يعني حشوة الكحك ما بتكونش كبيرة زي المعمول، يعني تقريبا بتبقى ربع حجم الكحكاية كده. لو كبرتوا حجم الحشوة بالنسبة للكحكة فاحتمال كبير ان هي تحاول تخرج كده وتلاقوها طلعت من الكحكة وقت التسوية. نيجي بقى لمقادير الكحك. أكيد أفضل حاجة هي السمنة الطبيعية سواء بقري أو جاموسي، ودي للأسف أسعارها يعني محتاجة قرض علشان نجيبها، فممكن جدا نستخدم السمنة النباتي أو خليط ما بين الاتنين بالنسبة طبعا اللي تحبوها. طيب يجي حد يسألني ينفع زبدة؟ أقول له لا، ما ينفعش، علشان الزبدة فيها نسبة حليب، دي بتأثر جدا على قوام الكحك، فنسيح الزبدة للسمنة، وفي فيديو بالتفصيل بيشرح ازاي نعمل ده في البيت. لو عايزين الكحك خشن هنستعمل 500 جرام من السمنة، يعني كوبايتين وتلت. عايزينه وسط يبقى هنستعمل كوبايتين ونص أو 550 جرام. عايزين الكحك بتاعنا يبقى ناعم ودايب خالص يبقى 600 جرام، اللي هما 3 كوبايات إلا تلت. مقاديرنا النهاردة: الكيلو من الدقيق. الكيلو بيعمل 8 أكواب معيارية، بس برضو الطريقة اللي بنملى بيها أو بنعاير بيها مهمة. يعني نحرك الدقيق كويس ونملى بالمعلقة الكوباية وبعد كده نساوي سطحها، يبقى 8 أكواب معيارية. نوع الدقيق بيفرق قوي في الكحك، نختار دقيق مخصوص للكحك والبسكوت أو دقيق جميع الأغراض. هسيب لكم في صندوق الوصف الأنواع اللي أنا بستخدمها والموجودة والمتاحة في مصر. الكحك بقى بيتعجن إما بمية أو حليب أو خليط ما بين المية والحليب. كمية بقى بقد إيه؟ 200 ملي، يعني كوباية إلا ربع. ممكن تزودوا لحد كوباية بس مش أكتر من كده. الفرق ما بين الحليب والمية إن المية بتطول من عمر الكحك، فلو عايزين الكحك يقعد مدة معاكم يبقى تعجنوه بالمية. المقدار اللي استخدمته 200 ملي، نصهم مية ونصهم حليب. السكر البودرة بقى بيدي لون حلو للكحك، هنستخدم منه 60 جرام، يعني تقريبا نص كوباية معيارية ناقص معلقة كبيرة. و3 معالق كبيرة من السمسم المتحمص، وده على حسب الرغبة، بس أنا بشوف إنه المقدار ده مناسب قوي. الكحك لما بيكون معمول بسمنة حلوة مش محتاجين له أي إضافات للطعم، لكن برضو دي على حسب اللي احنا اتعودنا عليه. أنا بضيف معلقة صغيرة من ريحة الكحك أو بهارات الكحك، ما تكتروش أكتر من كده عشان ما تغيرش من طعمه. ونص معلقة صغيرة من بودرة المحلب، دي بتجيبوها من عند العطار. الطعم الأصلي للكحك ما بيجيش غير بالخميرة، هنستخدم منها 10 جرام أو 3 معالق صغيرة معيارية، ومعاهم 8 جرام من البيكنج باودر اللي هما معلقتين صغيرين، وربع معلقة صغيرة من الملح يعني 3 جرام. نيجي بقى لحاجة أخيرة خالص هتكلم عنها، وهي ريحة الكحك، لأن ناس كتير بيسألوني عليها، خصوصا اللي عايشين برا مصر وبيحبوها بقى وما ينفعش يعملوا كحك من غيرها. للناس اللي ما يعرفوش يعني ايه ريحة كحك، هي تشكيلة البهارات اللي في الطبق ده ببساطة. يعني هكتب لكم مقاديرها بالتفصيل. بنحمصها وبعدين نطحنها ناعم قوي في المطحنة بتاعة البهارات، وننخلها كويس، وبعدين نعبيها بقى في برطمان ازاز يكون متعقم كويس، ونشيلها في الفريزر. باخد منها بقى من السنة للسنة على قد ما انا محتاجة، او بقى توزعوا منها على حبايبكم. هي ريحة الكحك مش بس بتدي طعم، هي كمان بتسهل من الهضم وتخلي الكحك كده مش حامي على المعدة. في حاجة بقى ممكن تنفع حبايبي اللي مش بيلاقوا دقيق الكحك والبسكوت. انا الدقيق اللي استخدمته دقيق جميع الاغراض. بعمل ايه؟ بشيل منه كوباية يعني 120 جرام، ونبدل كوباية الدقيق بكوباية نشا برضو 120 جرام. لو الدقيق بتاعنا مخصوص بقى للكحك والبسكوت بنستخدمه على طول. هنضيف دلوقتي عليهم البيكنج باودر، لانه من الركنه اوقات بيبقى فيه كلاكيع كده فلازم برضو يتنخل. وبننخل المقادير بتاعتنا بعد ما نكون عايرناها خلاص، مش قبل ما بنعاير. وبقية بقى المكونات الجافة بنضيفها كلها في المرحلة دي. كمان لازم نختبر البيكنج باودر، يعني لو هو مركون عندنا بناخد شوية منه ونحطهم في مية سخنة، المفروض يعمل فوران. نقلب بقى كل المكونات كويس قوي قوي على بال ما نجهز بقية المكونات. هنجيب الحليب الدافي ونضيف عليه الخميرة ونركنه على جنب شوية، ونبدأ بقى في عمل خليط السمنة والسكر. هنعمله السنة دي بقى من غير عجان. السمنة تكون خارجة من التلاجة متماسكة كده، خصوصا لو الجو حر. واضيف عليها السكر البودرة، بس قبل بقى ما اخلطهم بالمضرب لازم الاول اعمل لهم ميكس كده بالمعلقة، علشان السكر ممكن يطير في وشي وانا بشتغل. الخطوة دي انا محتاجة ان انا اضرب السمنة والسكر كويس بمضرب بقى يكون يدوي، وده محتاج مننا شوية مجهود. لو عندنا العجان هنستخدم سلاح الكف اللي انتوا شايفينه ده. انا بقى هستخدم المضرب الكهربائي،
لان يعني ايدي مش هتساعدني. فنفضل نضرب في السمنه والسكر مع بعض لحد لما يتحولوا للون كريمي فاتح كده، والفوليوم بتاعهم او حجمهم يتضاعف. وطبعا لازم من وقت للتاني نلم كده الخليط بتاعنا، حتى لو انتوا شغالين في العجان برضو نلم الجوانب بالسباتولا، ونفضل نضرب بقى شويه كده لحد لما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. الطريقة دي بقى بتخلي الكحكاية هشة جدا وخفيفة وطعمها تحفة. هنضيف بقى بقية المواد الجافة، ونبدأ بقى نبس الدقيق والسمنة كويس قوي مع بعض، يعني ندعكهم كده ما بين ايدينا بحيث ان احنا نغلف كل ذرات الدقيق بالسمنة، المادة الدهنية كده تغرق الدقيق. وده تقريبا بياخد مننا يعني من 10 دقايق لربع ساعة، يعني هياخد مننا وقت. والخطوة دي بتتكروت، ولو ما عملهاش مظبوط الكحكة يا إما بتطلع ناشفة أو بتشقق مننا وإحنا بنسويها، فلازم تاخد وقتها، مفيش كروتة. بنفضل كده نبس لحد لما نلاقي القوام المفتفت اللي شبه الرمل ده بقى كريمي وناعم جدا، ولو انتوا بتستخدموا العجان هنضرب لحد لما تلاقوا الخليط بقى شبه الكريم شانتيه. وتوفيرا للوقت والمجهود، بدل ما ندس على ايدينا ممكن نعمل الخطوة دي جوه الكبة، بتقضي الغرض بالظبط زيها زي العجان. في المرحلة دي مش بخاف ابدا اني اضربها زي ما احب. الخوف كله لما بنيجي نضيف السوائل، مش عايزين نعجن بقى، بطراطيف الصوابع كده ابدا ادخل السوائل جوه العجينه. ممكن تحسوا ان هي عامله يعني سايله قوي وشكلها يخض، بس لا، هي هتلم وهتبقى عجينه ناعمه وجميله ومتماسكه زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. اهم حاجه ما نعجنش، ندخل بس باطراف صوابعنا كده المواد السايله في العجينه. بصوا الصبر جميل، شكل العجينة بقى اتحول تماما، بقت متماسكة وحلوة جدا. نعرف ازاي ان هي عجينة مظبوطة؟ لما نلمها كده بايدينا وبعدين نعملها زي كورة ندوس عليها، المفروض ان هي ما يبقاش فيها اي تشققات. لو دوسنا على العجينة وشققت يبقى محتاجة شوية سمنة صغيرة، نضيف معلقة او اتنين ونبدأ بقى نلمها في العجينة. العجين زي ما انتوا شايفين مفرول كده. طريقة اللم ازاي؟ بنفرد بايدينا كده بكف ايدينا ونلم، ندوس عليها ونفردها ونلمها. مفيش عجن خالص في المرحلة دي. شايفين بقت ناعمة وملسة، وده شكل العجينة قبل ما ننعمها وبعد التنعيم. شايفين الفرق؟ حجم الكحكاية بقى ده حاجة ترجع للذوق، يعني ما بين 20 ل 30 جرام بتكون كحكاية حجمها معقول، أكتر من كده هيبقى يعني كحكاية مفشولة وشكلها مش حلو. الكحك اللي بحبه بيبقى تقريبا وزنه 20 جرام، أنا بوزن كل واحدة علشان كلهم يبقوا حجم واحد. مش شرط الميزان، ممكن بعينيكوا كده تخلوا الحجم واحد كمان علشان ياخدوا تسوية واحدة. لما باجي بشكلهم بنعمها كده في ايديا واكورها على شكل كورة بالشكل ده. ده الكحك السادة. الكحك بقى المحشي بنعمل ايه؟ بناخد الكورة ننعمها برضو ونعمل فيها زي تجويف، يعني كده زي فكرة الكوبيبة، والحشوة أبططها شوية علشان ما تبقاش مكعبلة جوه الكحكاية، وأقفلها كويس وأدورها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. النقش بقى زي ما نحب، ممكن نعمل بالطباعة، بس بندوس براحتنا في الحشوات الناشفة زي المكسرات أو الكحك السادة. لما بيكون عجمية أو ملبن مندوسش جامد، لو دوسنا على الملبن والعجمية جامد ممكن يخرجوا مننا وقت التسوية. بحب جدا اني انقش الكحك، والمنقاش مهم ان احنا نختاره يكون سنونه متساوية بالشكل ده كده. قبل ما ننقش الكحكية نبططها سنة بسيطة كده علشان النقشة تطلع شكلها حلو عليها. طبعا نقش الكحك ليه طرق كتير جدا، ويعني لو عملنا له ممكن ناخد حلقة كاملة، بس بالنسبة لي الكحك لازم يبقى منقوش. اول ما بدات اعمل الكحك ما كانش عندي منقاش، كنت بجيب السكينه كده واعمل خطوط بالطول وبالعرض كده بحيث يديني شكل السمبوكسات كده كانه استخدمت الطباعه. واوقات كمان كنت بستعمل الشوكه واعمل اشكال بيها. الفكره من النقش ان هو بيثبت السكر، غير كده ان هو بيعرفني نوع الحشوه، يعني كل نقشه ببقى عارفه ان دي محشيه ايه. نيجي بقى لمرحلة التسوية، بنشغل الفرن من قبلها بحوالي ربع ساعة عشان يسخن كويس على درجة حرارة 140 أو 150 لمدة نص ساعة تقريبا لو الكحك سادة، لأنه بياخد مدة أطول على نار حرارة أهدى. لو الكحك بتاعنا محشي بيقعد على درجة حرارة من 160 ل 170 لمدة تقريبا تلت ساعة أو 25 دقيقة. نصيحة مني في كل حاجات العيد، سووا كده مقدار صغير قوي في الأول علشان تظبطوا بيه درجة حرارة الفرن وكمان التسوية.
باسيبه بقى على راك يبرد خالص، وبعد ما يبرد باقوم مخزناه في علبة. طبعًا الكحك ما بيتحطش على ورق زبدة، سواء في مرحلة التسوية أو في التخزين، يعني لمّا بنيجي نخزنه بنحط ما بين كل صف والتاني ورقة فويل أو ورقة بلاستيك غذائي، وده طبعًا لإن ورق الزبدة بيسحب السمنة اللي موجودة في الكحك فينشفها. طبعًا بنحتفظ بالكحك في مكان بارد، يُفضّل يعني لو الجو حَر نحطه في التلاجة، وممكن عادي جدًا نفرّزه، بنرش السكر بقى وقت التقديم، أو ممكن تعملوا زيي وتزينوا الكحك بتاعكم بالطريقة دي، ندوّب شوكولاتة بيضا أو دارك، وممكن كمان ندوّب شوية زبدة لوتس زي ما عملت هنا على حمام مَيّة أو في الميكروويف بس ثواني كده، ونغطّس بقى كل حبّة كحك فيها أو نحط الكحكاية على راك ونصب فوقها بالمعلقة كده، بتبقى تجنن، نسيبها تبرد خالص تتماسك وبتبقى رائعة، عجبت ولادي جدًا. لو عجبكم الفيديو شوفوا بقى بقية الفيديوهات التانية واشتركوا في القناة وشير ولايك وادعوا لي دعوة حلوة.